يعطيكم العافية يا جماعة، وإن شاء الله تكون أموركم تمام. اليوم بصور من المسجد الأقصى. اليوم الأجواء حارة جدا، واليوم تشييع السيد علي الخامنئي رحمه الله صباح الاثنين. أنا هلا شفت، يعني كنت متذكرة امبارح، بس ظروف بتلهي وكذا وهيك. المهم زي ما انتم شايفين هذا البناء الجميل، عسى الله أن يحفظ هذا البيت المقدس. يحفظ الله بيت الله. كل هذه الأماكن شايفين يا جماعة. فحبيت من خلال هذا الموقف اللي أنا موجودة فيه إنه ندعي إن الله يفرجها على أمة محمد بإذن الله. فكيف تكون هذا الفرج؟ هل يكون هذا الفرج فرج واحنا قاعدين وبنحكي نفس الحكي الفاضي وفرقة إسلامية وكل هذا الحكي؟ لا، أكيد لازم يكون الإنسان مؤمن بحق، يتبع الإيمان قبل أن يكون بالظاهريا مسلم، ويعود إلى نصوص القرآن الكريم السليمة الحقيقية الموجودة من قبل وما تم التلاعب بها. هلا اذا بقول لك اذا اختلفنا مع السنه النبويه بنرجع لكتاب الله. كتاب الله، عندك كتاب الله، الايه هي اصلح من الحديث. الايه هي اصلح من الحديث. هذا لا يقلل من قيمه الاحاديث، لكن الاحاديث لانه هي تم كتابتها على يد بشر فقد يكون تم التلاعب بها. عشان هيك هي الفكرة. في نقطة أنا أحب أحكيها: ماذا سيكون حال أهل فلسطين عند قدوم المهدي؟ المهدي سواء كان هو محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي، ويسمى بمحمد المهدي برواية السنية، أم محمد محمد المهدي اللي هو ابن حسن العسكري، اللي هو عجل الله فرجه الشريف عند الاثنى عشريين الجعفريين. فطبعا انا عندي فيديو سابق، هلا رح تطلعوا عليه، رح تعرفوا ان انا ايش وجهة نظري بخصوص المهدي. فانا انسانه بصيب وبخطئ، اجتهدت في النصوص الدينيه وطلعت على صحيح بخاري الاصلي، طبعا اللي صحيح بخاري النسخه المتداوله في الكتب في المكاتب الاسلاميه ما بعرف. اطلعت على، طبعا تعمقت بالآيات القرآنية الكريمة، بالأحداث التاريخية التي ولت، بالأحداث السياسية التي ولت وكانت تاريخيا إسلاميا، يعني بني أمية والعباسيين ومقتل الأئمة الاثنى عشريين اللي هم من سلالة الإمام علي عليه السلام رضي الله عنه، الإمام جعفر الصادق ومحمد الباقر والإمام الرضا وموسى الكاظم. موسى الكاظم يا جماعة. فللأسف بسبب التزوير الأموي للدين الإسلامي صار إنه المسلمين الأغلبية ما بيعرفوش عنهم. فهمت علي كيف؟ وبتيجي بتقول لهم يا جماعة هاي بين إيديكم نصوص صحوة صحوة على الفاضي. جاء الإسلام غريبا ويعود غريبا فطوبى الغرباء. بتحسهم بيقعدوا يهاجموك، بحسوا انك بدك تجيب لهم دين جديد. احنا ما بنجيب لكم دين جديد، وكان موجود بس انه سياسيا انتم تم التلاعب بكم عبر العصور الإسلامية التي ولت بعد الصحابة الخلفاء الراشدين. بس هذا هو. إنما إنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور. على الفاضي. لما تقعد تحكي له وتفرق قلبك بردش وبصير يهاجمك، او انه مش مستعد حتى يعرف. انا بحترم اي انسان بخالفك في الراي وما يقتنع بكلامك، كل الاحترام لإله. الله خلقني عالم، وليش الله خلقني عالم؟ عشان نكون قادرين على ان ننقح المعلومات ونفكر ونتدبر. يعني لما تيجي انت تحاور مسيحي ومسيحي ما يقتنع بدينك بس يحترمك، كل الاحترام له. يهودي، مسلم من مذهب اخر، مسلم مثلا مقتنع بمذهب ابي حنيفه اكثر من الحنبلي او اكثر من المالكي. هون مربط الفرس، انه انا انت بتحاور مع انسان راقي بده يسمع بده يفهم، ولو سمع منك كلام وما عجبه يروح يقارنه بمعلومات وبيعرفها. بس هو بيكون هذا اللي بيعند وبواقح وبيهاجم وبتعصب لانه حاسس بضعف روايته وحاسس انه مهزوز من جوا فخايف. عشان هيك المهم يا جماعة، بما معناه ماذا هو سيكون حال أهل فلسطين عند قدوم المهدي؟ بحسب الروايات الدينية أن هناك 4 أشخاص يناصرون المهدي صالحين، اللي هم الخراساني والحيدري من العراق، الخراساني من إيران أو باكستان، بس احنا شايفين إيران. احنا اللي شايفينه هلا إيران. الأحداث السياسية بتقول إنه إيران بتشارك مش باكستان. باكستان سند لإلها، أو أفغانستان، وهدول الدول اللي كانوا يرجح إنه هناك. إيران، حيدر العراق، حيدر نسبة إلى حيدر الكرار الإمام علي رضي الله عنه عليه السلام. صاحب مصر، صاحب مصر. الآن شيعة مصر يتعرضون إلى محاولات للمحو. طب يا عمي ليش؟ هم بشو أزينكم؟ هم مش قاعدين يتحالفوا مع دولة أجنبية. يا عمي طب ما كل المصريين بيحبوا آل البيت، والمصريين
واجهوا حملة شرسة بمحاولة محو الفكر آل البيت عندهم بأنه يكونوا يفكروا تفكير سلفي، وفي صناديد وناس راقية ورائعة هناك بتعرفوا أسامي باحثين كتاب وقفوا لهم. تعالوا انتوا شو بتسووا؟ انتوا فاكرين الشعب المصري جاهل؟ الشعب المصري السني شعب بيعرف ايش يعني محبة آل البيت، لانه ربي عليها. فهمت علي كيف؟ بس للاسف الجهل والتخلف، اللي بيجي واحد بيقول لك انه احنا بدنا نحارب الشيعة لانه هم بفكروا تفكير غير، بفكروش تفكير غير، تفكير محبة آل البيت هو نفسه تفكيرهم، مفيش اي اختلاف، بس اللهم اختلفوا شوية تفاصيل انت تختلفوا معهم فيها. عرفتوا كيف يا جماعة؟ فعشان هيك هي الفكرة. فصاحب مصر عجل الله فرجه، صاحب مصر اللي هو جند المصري، بالرغم من انه ما شارك بطوفان الاقصى، لكن قيل عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: خير اجناد الارض الجيش المصري يعني القوات، هم بيقولوا لهم القوات المسلحه المصريه، يعني ما بعرفش هو جيش المصري او جند مصر، جند مصر هذا مصطلح الجزل القديم. عشان بيجوك الاخوان الدجالين بيقولوا لك انه بدنا نقاتل الدوله والدوله هي السبب. في سياسات، بتقول لك السياسات الشغله مش بالسهل ان انا والله راح اقاتل مع غزه، الشغله مش بالسهل زي ما انتم بتفكروا. ماشي، بس انه هذا ما بيعني انه المصريين سيئين يا جماعه، ما بيعني انه الباطن الاصلي للمصريين سيء. الشعب المصري سيناصر صاحب مصر باذن الله. في شرذمه ربنا رح يفضحهم، هدول رح يطلعوا عشان يحاربوا ويعملوا فتن، بس بشكل عام كله رح يكون باذن الله كله على نفس النهج. عرفتوا كيف؟ ورح يجمع كل الناس على وتر واحد. فهذا هو صاحب مصر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير اجناد الارض جند مصر. برجع بحكي لك عشان الاخوان الدجالين بيحاولوا يفهموك انه الجيش المصري عاطل، طبعا في ثغرات، انا بحكي عن بشكل عام العقليه العامه تبعتهم، الجيش المصري، القوات المسلحه المصريه، كل هذا الحكي. المهم يا جماعه، وكم مره قاتلوا المصريين الاسرائيليين وانتصروا عليهم والله نصرهم عليهم، بكفي حرب العبور. فهمتوا علي كيف؟ هي وصمه عار لا تنسى عندهم، لا تنسى، وكانت انتصار عظيم بالنسبه للمصريين. المهم يا جماعة، اللهم صل، قدموا آلاف الشهداء وآلاف الجرحى المصريين في في هذه المعركة، وحرب ال67 طبعا شارك فيها الجيش المصري. المهم يا جماعة، عندنا الخراساني والحيدري وصاحب مصر واليماني من اليمن. وأنا في بالي شخصية، بس آل البيت لا يسقطون، نحن آل البيت، هي رواية عن آل البيت النبوة رضي الله عنهم، نحن آل البيت لا نوقت ولا نسقط. ممكن يتكرر 2000 خراساني عبر التاريخ، ممكن يجي 2000 سفيان، ممكن يجي 2000، وهيك يعني هيك فهمونا آل البيت، ما تسقطوش على شخص بعينه، لأنه ممكن يجي أكثر من شخصية يحمل نفس الصفات. فالسفياني انا من قبل بقناتي القديمه قلت انه يمكن يرجح بانه ابو محمد الجولاني بناء على الصفات اللي حاملها، بس قالوا البيت لا يوقتون. اليماني أنا رجحت إنه ممكن يكون عبد الملك الحوثي، بس برضه آل البيت لا يوقتون. الخراساني كنت أقول علي الخامنئي، والله رب بيشهد، وهذه بقولها هيني في التسجيل هذا، كنت أقول علي الخامنئي. لما مات علي الخامنئي قلت لا خلص، معناته كان إحساسي بس هيك كتير كبير، لأنه كمان زي ما حكى الباحث محمد عيسى داود، مع احترامي لعشاق الخامنئي، الخامنئي ليس بشاب، والرواية تقول أنه شاب، وصدق في هذه الرواية، الله عن جشته صدق فيها، يعني عبقري في أنه هو عرف يوصفها، لأنه فعلا الخراساني ليس برجل كهل ورجل شاب، مش شاب يعني صغير. عند معظم الصالحين والانبياء تولوا الرسالات بالخمسينات، هذا مش عمر شباب، بين الكهوله والشباب بالضبط، اللي هو زي كانه بين وبين. فانا ايش انصدمت يا جماعه، السيد علي الخامنئي مات، وهو مش هو الخراساني، وعمره بالثمانينات، يعني اصلا يمكن كان رح يمر كمان 20 سنه ليكون تمر هاي الاحداث. خلينا نقول هيك، برجع بقول لكم نحن اهل البيت لا نوقت، احنا لا بنعرف ولا رب العالمين بيعرف. بس ايش الفكره؟ انه بعدين علي الخامنئي لما ربنا توفى الله، قلت خلص بالفعل علي الخامنئي ليس هو الخراساني بالروايات الدينيه اللي رح يكون يخرج من ايران ويكون معه رايه سود. لما اجى مجتبى الخامنئي قلت سبحان الله، ما بعرف انا ما بعرف. انا كان عندي احساسي اول ما شفت الخامنئي، قلت ايش الخامنئي يعني علي الخامنئي او حدا، بس انا ما يعني اوكي، واستوفى الله واستشهد خلص، هو مش الخراساني، يعني مش هاي الشخصيه الدينيه التي رويت بالاحاديث النبويه. لكن لما اجى مجتبى الخامنئي ونفس العائله ونفس السلاله ونفس، يعني بتعرف هيك انه يا جماعه بنفس الوقت انه هو عمره بالخمسينات بالفعل. فيا الله سبحان الله، بدي اتاكد لكم، انا بعرف انه بالخمسينات. فيا رب يعني بقول سبحان الله، هل احساسي صحيح ولا لا؟ انه انا بالاول اسقطت على الخامنئي علي الخامنئي،
بعدين انه يكون مجتبى الخامنئي، والله دائما اعلى واعلم. في ناس بيقولوا لك لا ما هو بده فتره طويله، طب بس ما هو الهرمجدون مش رح تطول يا جماعه. كل الاحداث السياسيه تشير بانه اللي عم بيصير مش مطول. ما قد ما يعني قد ما بده يطول قديش هيك التدرج السياسي والديني بناء على الروايات. اصلا عشان تكونوا عارفين معركه الهرمجدون بلشت من فتره حدوث ما يسمى باشتباك مسلح في كتيبه اللي تاسست فيها كتيبه جنين في جنين. ولو اعطاكم الله عمر والله اعطاني عمر وحدا الف كتاب من الباحثين، يا عمي انا مش باحثه، انا انسانه بتعمق في الامور السياسيه ومثقفه وقارئه وعند حاصله على اكثر من شهاده يعني بين لغات وعلوم مهنيه وكذا. بس انا يا جماعه انا قلت دائما بقول هم كانوا يقولوا هارمجدون منطقه عند جنين جبل جنين. طيب الهار مجدون. طيب انا بالنسبه لي فعلا لقيت انه بعد ما تعمقت بالاحداث السياسيه، وهذا كان رايي وحكيته من زمان ولساتني بحكيه هلا، يعني انا ما بغير رؤيتي السياسيه، فهمت كيف؟ انا قلت انه معركه الهرمجدون تمتد عده سنوات، بس بدايتها كانت لما طلع جميل العموري وكان اول مشتبك فلسطيني وحارب المحتل من جوا الضفه الغربيه اللي صار فيها ما يسمى بالتنسيق الامني وسلطه اوسلو واتفاقيه اوسلو، انه خلص احنا بدناش نقاتل الاسرائيليين ونعيش معهم، يعطونا هذا الجزء من الارض ونضلنا قاعدين عليه وهم لهم هذا، وهم ما اخذوش شيء طبعا. بال 2004 بنوا لهم الجدار، حولوا حياه الناس لجحيم، ما اخذوش شيء، هم ما اخذوا شيء اصلا وما ضحكوا عليهم. شافوهم هبلوا عبايط قام ضحكوا عليهم، قال لهم نضحك عليهم هلا فتره بنسكتهم بنخرسهم بنعطيهم ايش شغلتين يسكتوا فيها، زي الولد الصغير بيعطوه لهايه يحركها لحد ما ياكل. اه وهو اصلا ما بدوش يعطوه شيء. فضحكوا عليهم، اعطوهم كم ارض كم مدينه اريحه ونابلس والخليل، وطبعا هي مش ملك لهم، هي محتله نوعا ما. وبنوا لهم الجدار اللي حول حياه الناس لجحيم، فصلوا ابو ديس عن كل المناطق، عن كل القدس، عن كل المناطق اللي ممكن يكون فيها احتمال وجود اسرائيليين. عرفتوا كيف؟ حتى اللي ما فيش فيها اسرائيليين برضه عزلوها بجدار فصل عنصري. فمعركة الهرمجدون لما طلع المشتبك جميل العموري كان أول مشتبك في جنين، بعدين تأسست ما تسمى بكتيبة جنين. هي مش هدفها تحارب السلطة كسلطة، هي كانت بدها السلطة تحترم حالها وتنعدل وتحقق مطالب الناس وبكفي تبيع في القضية، إنما هي ما كان هدفها تحارب السلطة. هدول الناس شرفاء، هدول شباب شرفاء، مش هدفهم يقاتلوا أهلهم، مش هدفهم إيش ركزوا يقاتلوا أهلهم، هدول ناس منهم وفيهم قاعدين معهم في البلد، هذا ما كان هدفهم. نفس الشيء لما طلعت عرين الأسود في نابلس، وأنا لما طلعت عرين الأسود في نابلس قلت هذه بداية زوال إسرائيل. أقسم بعزة الله لو كان عندي تسجيل قديم أو حدا سمع مني هذا حكى أو بتذكره إني أنا قلت بأن عرين الأسود هي بداية زوال إسرائيل. فبالتالي بالفعل هي بلشت من فترة وجود كتيبة جنين في جنين، هي اللي هارمجدون، مش طوفان الأقصى. طوفان الأقصى صار فجأة هارمجدون. طوفان الأقصى أنا إلي كان تحليل تاني في قناتي القديمة وراح وحللته وحكيت بصراحة إيش وجهة نظري عن طوفان الأقصى، وأنا إنسانة بصيب وبخطئ وكل احترام لكل الآراء وكل الاجتهادات، ما إلي دخل أنا. عرفتوا كيف؟ فهرمجدون بلشت من سنوات من قبل طوفان الأقصى، من 6 7 سنوات بلشت، من 2021 2022. طيب وطب بالتالي كل التتبع على الاحداث السياسيه بيشيرش انه الاشي رح يمتد كمان 20 30 سنه يا جماعه، الامور صارت واضحه، الواحد صار شايف بعينيه كل شيء يعني. طب نيجي نكمل بعد كل هذا الحكي. طيب هلا الناس صارت الهرمجدون وبكون ظهر الامام قبل الهرمجدون، لانه يجتمعون في الشام يقاتلون بعضهم بعضا في غوطه الشرقيه، مدري غوطه الغربيه غوطه الشرقيه التي تبعد عن دمشق 10 كيلومتر، ما بعرف قديش بالكيلومترات. قصة النووي وانه يعني انتم يومئذ قلة قليلة في بيت المقدس امهم رجل صالح. ليش؟ لانه فناء العرب على يد اسرائيل، لان اسرائيل حاطه مخطط تمحي العرب اصلا. وفعلا الروايه الدينيه تقول، واحنا هي مرعبه ومحزنه، انه برغم من كل اخطائنا بكون كل القرف اللي بنشوفه والخذلان بتلاقي في بذره خير عند معظم الناس طبعا، لانه حرام، وبالنهايه انت كعربي اكيد بحس بقلبك هذا الشيء. عرفتوا كيف؟ انه هلكت العرب على يد اسرائيل، هي نبوءه دينيه، انا بتمنى اني احكي لكم غيرها بس هي حقيقه. هلكت العرب على يد اسرائيل. طب امتى بلشت؟ من الربيع العربي، لما بلشوا يمحوا بالشعب الاصلي، بالشعوب الاصليه في ليبيا وفي تونس، كان هدفهم يمحوا تونس طبعا، في تونس وفي ليبيا وفي مصر. طبعا مصر فشلت المخطط، شعب الجدع هذا الفقير اللي شايفه المعدوم هذا فشل المخطط كلياته. سوريا طبعا انتم بتعرفوا شو صار فيها. سوريا هي كانت الشراره اللي هي القشه التي قسمت ظهر البعير. فهمت علي كيف؟ ليبيا ماشي، انت مش كتير متاثر باللي صار بليبيا مع انهم شرذموهم، حولهم شعب شرذمي، غير اللي استكبوه في السودان من فظائع وقتلوا الناس. انت شعب شرذمي.
يعني في ليبيا، بس انت مش كتير متأثر انك انت شوي بعيد عنهم. بس لو في سوريا تأثرت انت اكثر، لان هي جسر بينك وبين الاردن وبين لبنان وبين كل هاي الدول. وهي كدولة عربية قوية وقومية، كانت دولة قومية، كان العرب يشدوا ظهرهم فيها، وهم اكثر ناس طعنوها بالظهر، يعني اكثر ناس خذلوها، اكثر ناس اذوها اصلا. حسبنا الله ونعم الوكيل. هم كانوا رح يقدروا يعملوا فيها كل اللي عملوه لو ما خذلان العرب وبيعهم بيع العرب لإلهم. المهم يا جماعة، فهي الفكرة باختصار شديد. فاللهم صل على سيدنا محمد. فالمهم، فيعني بالنهاية بتكون هلكة العرب على يد إسرائيل. حقيقة هي للأسف، حقيقة لكم يعني هي نبوءة دينية، أنا ما فيني أغير فيها أي شيء. هلكة العرب رح تكون على يد إسرائيل، وإسرائيل رح تهلك العرب. عشان هيك الرواية تقول بأنه أنتم يومئذ قلة قليلة في بيت المقدس يؤمهم رجل صالح. طيب، قلة قليلة، وعادة الصالحين قلال كثير في عالم، بس معظمهم يعني عاصي بعاد يعني عن العقيدة والمعتقد واللي شيء، بس عايشين إسلام ظاهريا، والأقل الصالحة اللي بتناصر قليلة. فهمت عليك؟ بس بخرج معهم آلاف من كل بلد، يعني هم لما يطلعوا من بلدانهم يجي يجتمعوا في الشام، بعدين يطلعوا بعد ما ينتصر على المهدي، على المسيح الدجال، بيطلعوا معاه على بيت المقدس، يفتحون بيت المقدس. المهم يا جماعة، فباختصار شديد عشان ما بدي اطول عليكم، خلاصة الكلام، هل اهل فلسطين هم نفسهم اهل فلسطين رح يكونوا في لما يجي المهدي يفتح بيت المقدس؟ ما انا قلت لكم يا جماعه، هلكت العرب على يد اسرائيل، لن يبقى منكم الا قله قليله. فانتوا اختاروا مع مين تكونوا. يا بتكونوا مع الاعلام الدجالي اللي عبى في راسكم اشكال والوان، واقنعكم انه معلش بنناصر اسرائيل، انه مصلحتنا تضل اسرائيل، بنضلنا ناخذ معاشات، بنضلنا ناكل نشرب. في حثاله مليان عايشين هون بيفكروا هيك، جايب لكم اياها على بلاطه يعني، عوان ابليس وعوان الشياطين. طب انا زيكم بدي اعيش وبدي اكل اشرب، بس بناصر دوله ابليس على حساب معتقدي وايماني والله، وده اولت اخرتها بدي اموت يا بجم. انا مش ماشي، انا بدي اعيش بكرامه، وشو دخل يعني، ما اختلفنا، بدي اعيش بكرامه. وللاسف احنا اهل القدس والداخل ملناش منفس غير الداخل نشتغل فيه، لانه بالضفه ما في لنا شغل، هم اهل الضفه نفسهم مش لاقيين يشتغلوا. طيب، وبدي اعيش بدي اكل اشرب زيكم، بس مش معناته بدي ابيع معتقدي اللي عشت طول حياتي عليه وامنت فيه عشان انا هذا لا لا يعني الله رزاق، الله رزاق، الله برزقني، انا مش مآمنه بالله، يعني مش عنديش ايمان برب العالمين. ما عندي ايمان انه رب العالمين رح بس تزول هذه الامه الضاله، ربنا رح يعني رح يرزقنا من حيث لا نحتسب. شو بس اي هبد واي كلام في اي بتنجان. ماشي انت شو. طيب حتى لو يعني انت ضميرك بسمح لك انك تقول معلش خليها الدولة قاعدة، بضلني اطلع مصاري، بضلني اخذ معاش، بضلني اشتغل عشان، وهانت عليك دماء 70,000 انسان و100,000 جريح، وهانت عليك دماء 10,000 ومدري 12,000 لبناني، والاف الجرحى والايرانيين واليمنيين، يا عظيم الضمير والانسانية. ما هز ضميرك كل اللي صار لسه ما هز ضميرك، ومش ناوي يهز ضميرك. هذا غير انهم ما بيذبحوهم في الداخل، قاعدين يقتلوا فيهم، قاعدين يسلطوهم على بعض، يعطوهم اسلحه وورطوهم يمكن بمخدرات وقصص مافيا وشغلات خارجه عن الدوله، عشان يصفوا بعض ويرتاحوا منهم، ياخذوا يجوا يستلموا على نظافه، من الاخر اقول لك اياها. غير انه الضفه في ماساه، الضفه في ماساه حقيقيه، والناس سايقه الهبل، والحكومه السلطه بتسوق الهبل عليهم عشان يضلوا يسلكوا، ما بيخدروا بحالهم، قاعدين يضحكوا على حالهم. فهل في اهل فلسطين بيناصروا المهدي؟ اول شيء هم ليصطلحوا، ليامنوا بانه الطريق الوحيد للعزه في الدنيا والاخره هي موالاه اهل الرسول، اهل بيت النبوه، ويتحاولوا قدر الامكان يتخلصوا من كل الفكر القديم اللي كان سائد، اللي فيه انه تزوير للحقائق، انه ما كانوش يعرفوا والله انه والله الحسين صار فيه هيك. لا، هذا تفكير شيعي، مش تفكير شيعي، هذا تفكير المسلمين الاصليين اللي انت لازم تامن فيه وتدافع عنه. لما انا احكي لك الحسين بن علي قتلوا يزيد بن معاويه، اللي هو ابن معاويه بن ابي سفيان، واللي حكمك حضره جنابك في وعمل لك المسجد الاقصى، بس هم مروان بن عبد الملك بن مروان بنى المسجد الاقصى. المهم، وكل هدول اللي حكموك اللي اسمهم الامويين كانوا مجرمين ارتكبوا فظائع في بقال بيت النبوه. فانت لازم ترجع للتاريخ الاسلامي، تتاكد انه من كلامي، وتتوب الى الله، تتوب الى الله انك بتناصر هيك امه ضاله، وتناصر امه ال بيت النبوه، عشان لما يجي المهدي تكون من رجاله وتكون من انصاره. بس هل يعني طب المسجد الاقصى؟ طب المسجد الاقصى ربنا بناه، ربنا المسبب، المسبب الاسباب،
مش عبد الملك بن مروان، هذا انسان ربنا استخدمه في الدين ليبنيه، انما الاقصى رح ينبنى بكيف عبد الملك بن مروان ولا غيره. انا عندي كتاب اقسم بالله موجود هي على قناتي، وهلا بفتح لكم اياه وبرفق لكم اياه، بحط لكم اللينك تبعه تحت. هذا الكتاب كتبه شخص اسمه عارف باشا العارف، وهو احد اقرباء امي من جهه خال امها. وطلع مع النكبه. هذا قبل 80 90 سنه كتبوا الكتاب الزلمه. وانا عندي الكتاب القديم اللي ورقه اصفر، وكاتب عن تاريخ القدس، هو وثق تاريخ القدس توثيقيا. وهي قبل 80 90 سنه، قبل النكبه وقبل الحرب وقبل الاحتلال، يعني قبل الاحتلال وقبل السلفيه والملوخيه والبطيخ الشام، هذا كله طلعوا لنا فيه، اللي زوروا فيه التاريخ الاسلامي، اللي زوروا فيه الدين، كيف نتبع، مين نتبع، وكل هذا الحكي. كاتب بالكتاب، وانا حتى قرات الصفحه نفسها، كاتب في الكتاب انه اصلا هم لما عملوا الامويين مسجد الاقصى كان هدفهم انهم يزيحوا النظر عن الكعبه، يخلوا الناس ما تنتبهش للكعبه، على قد ما خلص لما يلهوا الناس عن الكعبه. بس هذا ما صار. المسلمين ضلوا مقدسين الكعبه ومقدسين المسجد الاقصى، واعتبروا المسجد الاقصى ما هو لانه مكان مقدس من محل مسار الرسول، مسار الرسول عليه الصلاه والسلام، اللي هو هذا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. فهمت علي كيف؟ شو اسمه، سوري انا نسيت بداية آية سورة الإسراء. المهم، فهو مكان مقدس، هو مكان مقدس هيك بالنسبة للمسلمين، لأنه المكان الذي أسرى منه الرسول وعرج منه إلى السماوات السبع، ومنطقة البراق نفسها اللي مسيطرين عليها الإسرائيليين، لكن هو كله كمكان كأرض مقدسة. عرفتوا كيف يا جماعة؟ فعشان هيك الكتاب عندي، أنا قصدي أخذته من المكتبة وقرأته ووثقت الورقة ووثقت الكتاب قبل 80 90 سنة هذا الحكي مكتوب فيه. عرفتوا كيف؟ والباع والكاتب اللي كتبه شو اسمه صارت عندهم مكاحل. فهمتوا علي كيف؟ باختصار شديد. فيعني قبل 80 90 سنة لا كان في كل هالهبد هذا كلياته، ولا كان في كل هاي النصوص اللي بيحاولوا فيها يزوغوا عقول الناس. فباختصار شديد هي الحقيقة. عرفتوا كيف؟ فاللهم صل على محمد وآل محمد. فهم بنصروه لما يوقفوا معاه، لما يكونوا جند من جنوده بنصروه. فهمتوا علي كيف؟ فباختصار شديد هلا هم عددهم قليله، عددهم قليل لانه هو هلكت العرب على يد اسرائيل رح تكون، فهم عددهم قليله. فكان اللي بده يناوي يكون مناصر للمهدي ويقف في خلف المهدي، بغض النظر مين هو المهدي، هو محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي بالنص السنه، السنه مش المذهب المالكي، لأن المذهب المالكي انا من الناس اللي حكيت لكم عن روايته. والشيعة بيقولوا انه هو ابن حسن العسكري، انولد له ولد رضيع سمي بمحمد المهدي واختفى. ماشي. فهي الفكره باختصار. ابا صالح بيقولوا، لما ما بعرفش سموه ابو صالح مع انه صغير هو كان رضيع يعني. المهم باختصار شديد يا جماعه، فنسال الله العفو والعافيه. يعني اللي بده يناصروه بدهم يكونوا مؤمنين بانه هو، بدهم يكونوا معاه وفي صفه وفي هذا المسار وفي هذا البيت. نحن لا نريد منكم شيئا، لا نريد منكم حمدا ولا شكورا ولا جزاء في الدنيا ولا في الاخره، مسامحينكم دنيا واخره. هذه نصوص الدينيه وهذه الحقيقه، اتبعوها ووالوها، وصلى الله وبارك. عرفتوا كيف؟ فاعتقد كل المآسي اللي مرقنا فيها كمسلمين صارت كافية بشكل كتير كبير انكم تشوفوا الحقيقة بنفسكم، انه حقيقة الاحداث اللي عم نعيشها اليوم، وتجتمع الامة على كلمة واحدة، على مناصرة لأمة واحدة، على مولاة لأمة واحدة. وهم اصلا كل اللي كانوا في هذه كمان انا النقطة اللي نسيت احكيها، انه اللهم صل على محمد وعلى محمد. النقطة اللي كنت بدي احكيها انه ليش زاغوا النظر عن الكعبة؟ ليش زاغوا النظر عن الكعبة؟ وانتم نسيتوا حادثة يزيد اللي فكر انه فيها يهد الكعبة، لما جهز منجنيق وصار بده يهد الكعبة بالمنجنيق، كان معاه عبد الله بن الزبير. فهو ايش عرف انه المسلمين ما رح يسكتوا له ولساتهم موجودين، ورح ندافع عن الكعبه ورح نحمي الكعبه منك يا كافر، يا زنديق، يا فاسق وخارج عن طاعه الله ورسوله. فهو قال لك هلا بحاول اني ازيح نظرهم عن الكعبه، خلينا ابني لهم اشي هون. هم كمان، ما هو مروان بن الحكم، ما هو كبيرهم الذي علمهم السحر، ما هو. فهمتوا علي كيف؟ فعشان هيك هي الفكرة. بس هل هذا يعني أنه يقلل؟ هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ربنا استخدمهم ليبنوه، إنما هم بكيفهم ومش بكيفهم كان رح ينبنى، يعني مش بكيفهم هم. عرفتوا كيف؟ فعشان هيك هذه هي الفكرة.
فباختصار شديد بتمنى لكم كل التوفيق. وحبيت احكي انه انا مثلا من هون، من اهل بهذا البيت، من اهل بيت المقدس، من اهل القدس، من طول عمري ربيت على حب المهدي من قبل حتى ما يعرف حدا عن إشي عن المهدي. لما حضرت سلسله القادمون بال 2010 انا كان عمري 16 سنه وانا الان 31 عاما، وربي بيشهد. وربي سبحان الله انولدت على فطرتي هيك. انا انولدت على فطرتي وربنا ساقني لهذا الشيء حتى بدون اراده مني، سبحان الله يعني. حتى أنا أعرف عن هذا الرجل وأحب إني أسمع عنه، وإني أنا أعرف عن حقيقة كل شيء تم التلاعب به. ولماذا الأمة في ضياع؟ الأمة لماذا هي في ضياع؟ ماشي، أنا بدي أقول لك كل الناس منيحة، وفي حد منافق وياي كلهم بجننوا. لماذا الأمة في ضياع؟ هذا اللي بدك تسأل حالك فيه. لانه غير موضوع النظام العالمي الجديد. للاسف تم حظر الفيديو لانه حطيته، لانه هو كان رح يوضح لك شو سبب ضياع الشعوب كلها، بس بالاخص الامه بتحكي شيء وبتتصرف شيء. في تناقض، في نفاق، ماشي. وبديش احط كل الناس بذمتي، عمي الناس منيحه مش كل الناس منافقه. طب وهذا التناقض شو سببه؟ النفاق هذا شو سببه؟ بيكون في له سبب. لا يوجد شيء في الدنيا بدون سبب. فانا بتمنى لكم كل التوفيق والى اللقاء، ويومكم سعيد وسط هذا الحر. اللهم اجرنا من حر جهنم، اللهم اجعلنا في صف الصالحين وفي صف المؤمنين الصادقين. اللهم انصر عبادك المؤمنين الصادقين في الأرض يا رب العالمين، يا رب يا الله. اللهم انصر كل من ناصر أهل البيت ووقف في صف أهل البيت يا رب، يا رب العالمين. اللهم نبرأ إليك من أعدائهم ومن مآذاهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا عصر جديد لحتى يكون للأمة وعي بكل شيء حصل قبل، وننقح التاريخ الإسلامي بدون نفاق وبكل مصداقية وشفافية. وبتمنى لكم كل التوفيق وإلى اللقاء.